طفلك بيتكلم كتير لكن أحيانا تحسي إنك محتاجة مترجم علشان تفهمي هو بيقول إيه، وبيعرف يقول كلمات لكن اللي حواليه مش قادرين يفهموا كلامه. في الأول مهم نعرف إن عدم وضوح الكلام مش معناه دايما وجود مشكلة كبيرة، وكل طفل ليه معدل تطور مختلف. علشان الطفل يتكلم بشكل واضح هو محتاج يفهم اللغة، يستخدم الكلمات للتعبير، ويتعلم نطق أصوات الكلام بشكل صحيح. طيب ليه كلام بعض الأطفال بيكون غير مفهوم؟ أولا لأن بعض الأصوات بتحتاج وقت علشان الطفل يتعلمها. النطق مهارة بتتطور بالتدريج، والطفل مش بيتعلم كل الأصوات مرة واحدة. ثانيا ممكن الطفل يكون عنده صعوبة في نطق بعض الأصوات، يعني يكون عارف الكلمة لكن يغير صوت أو يحذف جزء منها. مثلا ممكن يقول سمكة بدل سمكة، أو تاب بدل كتاب. ثالثا أحيانا يكون السبب مرتبط بتطور اللغة، يعني الطفل يكون عنده صعوبة في فهم بعض الكلمات أو استخدامها في مواقف مختلفة، وده يأثر على طريقة تواصله وكلامه. طيب إمتى نحتاج نطلب تقييم؟ 1. لو أغلب الناس مش قادرة تفهم كلام الطفل. 2. لو وضوح الكلام ضعيف ومفيش تحسن مع الوقت. 3. الطفل بيحاول يتكلم لكنه بيحس بالإحباط لأنه مش قادر يوصل للي عايزه. في النهاية هدفنا مش بس إن الطفل يقول كلمات، الهدف إنه يقدر يتواصل ويعبر عن نفسه بطريقة مفهومة. وفي الحلقات الجاية هنتكلم عن مراحل تطور الكلام، وإيه المتوقع في كل عمر، وإزاي نساعد الطفل في البيت. لو مهتمة تفهمي تطور الكلام خطوة بخطوة اشتركي في القناة وتابعي سلسلة التخاطب.